They work day and night, this man says. They keep working to find my niece alive, he adds. When it comes to life and death, every second matters. Here in Aleppo, these Algerian عامل الإنقاذ يسمى فارس. خمس التفاني والاحتراف لجميع زملائه منذ وصوله إلى الجزائر. لك اللحظة أمام كاميرات التلفزيون. بعد ما دخلت الحطبة هذيك ميتة، كي لقيت يماه ميتة وطفيلي يبكي، عطيت له السيروم، عطاني الطبيب تاعنا في الخارج السيروم، عطيت له طايحة ضالة وريسك، وكاين بيبيوتيك طايحة عليه هي اللي حكمته. قالوا لي إذا تستعمل مرتوبيكور، قلت لهم لا وكان نستعمل مرتوبيكور حاجة اللي مرحبا، اللي جات مرحبا من عند ربي مرحبا بها. يعاود يدير كيف نفس اللقطة. قلت له والله ماني خارج بإذن الله، ماني خارج نخرجوا في زوج أحياء ولا موتى في زوج منا. بالك خرجتوا رحتوا ليترونجي، بالك رحتوا كاع لوموند، بالك والله افتخروا لأن عندكم بلد مثل الجزائر، صدقوني، وعندكم شعب مثل الجزائر، معروفين بحرارتنا، معروفين برجلتنا، بشهامتنا. صراحة لقد عشت أوقاتا صعبة، أنقذت الناس لكنني لم أبكي أبدا مثلما بكيت مع هذا الطفل. كان الأمر مختلفا. خلال هذه المهمة نفسها في سوريا أنقذ فارس أيضا شخصين آخرين في مهمة له في سوريا، امرأتين بالغتين في السن. ما أنقذ عامل حماية مدنية آخر شخصا في ابنته من بين الأنقاض في تركيا.